متابعي قناة صدى الأخبار 24 أهلا بكم. الاتحاد المغربي للشغل مستمر في خوض إضراب وطني عام بالقطاع العام والقطاع الخاص لليوم الثاني على التوالي، الخميس 6 فبراير 2025، تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية. مناضلون ومناضلات من كافة أرجاء المغرب يخرجون للشارع معلنين عن ثاني أيام الإضراب الوطني العام وشلل شبه تام بكل القطاعات، للتعبير عن الرفض القاطع لتمرير هذا القانون التكبيلي للحق في الإضراب. في المقابل تستعجل الحكومة المصادقة على مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، وذلك بالتزامن مع تصعيد المركزيات النقابية التي أعلنت خوض إضراب وطني عام بسبب عدد من المطالب، وفي مقدمتها رفض مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وفي هذا السياق صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون المذكور في إطار القراءة الثانية الثلاثاء 4 يناير 2025، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية أمس الاثنين. وأكدت مصادر خاصة لقناة صدى الأخبار 24 أن مشروع القانون السالف الذكر سيتم التصويت عليه في جلسة تشريعية بمجلس النواب مرتقبة يوم الأربعاء 5 فبراير الجار، في إطار القراءة الثانية للمشروع، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة في المسار الذي يسلكه مشروع القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية. في السياق ذاته شهدت جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب التي عقدت يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 غياب 291 نائبا من أصل 395، مما أدى إلى حضور 104 نواب فقط. من بين هؤلاء صوت 84 نائبا لصالح مشروع القانون، في حين عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وبذلك بلغت نسبة الغياب خلال التصويت 74%، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول دواعي غياب النواب عن التصويت على قانون يعد من القوانين الهامة. وكان مشروع القانون التنظيمي 1597 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد تمت المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعد أن تم إحالته من مجلس المستشارين. وكان المجلس قد صادق عليه أيضا بالأغلبية في اليوم السابق، ما يعكس توافقا سياسيا على القانون رغم الجدل الواسع الذي أثاره. وتأتي المصادقة على مشروع قانون الإضراب في وقت حساس، حيث أعلنت المركزيات النقابية عن إضراب وطني عام في نفس اليوم احتجاجا على هذا المشروع. النقابات اعتبرت أن القانون يحد من حقوق العمال، وهو ما دفعها للتصعيد والمطالبة بتعديلات جوهرية عليه. شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء. صدى الأخبار 24، أخبارنا متجددة 24 ساعة على 24. ادعمونا باشتراك وإعجاب.